عمرك حسيت وانت نايم انك فجأة وقعت من مكان عالي وتقوم مفزوع كأنك كنت هتتكسر وتحس قلبك هيقف من الخضة؟ الموضوع ده بيحصل لناس كتير جدا وبيخليهم يسألوا نفسهم ايه اللي بيحصل في جسمنا بالظبط؟ العلماء بيسموه هيبنيك جيرك أو النفضة النومية، ودي حركة لا إرادية بيعملها جسمك وانت داخل في النوم. المخ في اللحظة دي بيكون لسه صاحي، نص صاحي ونص نايم، فيفسر إن عضلاتك لما تبدأ تسترخي فجأة كأنك بتقع فعلا، فيرسل إشارة سريعة لجسمك يخليك تنتفض مرة واحدة. الغريب بقى إن ده ليه تفسير تاني، بيقولوا إن جسمنا متبرمج من زمان جدا، من أيام ما كنا عايشين على الأشجار. فلما كنا نسترخي وإحنا نايمين على فروع الشجر، المخ كان يخاف إننا نقع فعلا، فيدي إشارة سريعة لجسمه يقوم يثبت نفسه. يعني الموضوع ده ممكن يكون بقايا غريزة قديمة جدا جوانا. وفي كمان حاجة تانية، لو انت مرهق جدا أو واخد كافيين كتير، النفضة دي بتحصل معاك أكتر، يعني جسمك بيقولك خلاص كفاية، نام بقى. اللحظة الغريبة دي يمكن تكون مجرد عضلة اتشدت، أو مخ بيهزر معاك، أو غريزة قديمة لسه موجودة جوانا. لكن في الآخر هي واحدة من الحاجات اللي بتخلي جسم الإنسان أعقد وأغرب بكتير من اللي متخيلينه. قول لي انت، بتحصل معاك كتير ولا نادرا؟ وده كان سر النهاردة. لو عجبك الفيديو استنى السر اللي جاي، وساعتها هتسأل نفسك: هو أنا فعلا عرفت؟ ولا لسه السر في السؤال؟